عقدت شركة وسط جدة للتطوير اجتماعات مع مسؤولي ناديي الاتحاد والأهلي لبحث سبل التعاون والخطط المستقبلية للناديين خلال الموسم الرياضي المقبل. وكشفت الشركة عن حسابها الرسمي في تويتر وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر موقع التواصل الاجتماعي الأحد أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي. تسيدت أندية الاتحاد والهلال والنصر قائمة الأفضل تسجيلا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022. وعلى مستوى الأهداف بضربات الرأس تفوق الفريق الاتحادي بتسجيل 12 هدفا بفارق هدف عن الطائي والتعاون وهدفين عن الهلال. وفيما يتعلق بتسجيل الأهداف بالقدم اليمنى فكان الهلال الأفضل ب41 هدف، يليه الاتحاد ب38 والشباب 31. أما التسجيل بالقدم اليسرى فتفوق النصر بالتسجيل 29 هدفا، وحل بعده التعاون 17 هدفا والشباب 14. وعلى صعيد الأهداف العكسية سجل النصر 4 أهداف ثم الشباب 3 والاتحاد والحزم 2. وفي الإجمالي سجل الهلال 63 هدفا والاتحاد 62 والنصر 58 والشباب 52. كشفت تقارير صحفية عن فتح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ملف تجديد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي. والاتحاد تعاقد مع حجازي في صيف العام 2020 قادما من صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء النهائي. وبالفعل فعل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في صيف العام 2021 بند شراء المدافع المصري نهائيا وفي عقد لغاية 30 من يونيو 2023. ووفقا للتقارير الصحفية صباح اليوم الاثنين فإن إدارة الاتحاد تفاوض أحمد حجازي حاليا من أجل تجديد عقده لمدة موسمين بنفس مزايا العقد الحالي. ويحصل المدافع صاحب 31 عاما حاليا مع نادي الاتحاد على 18 مليون ريال في الموسم الواحد، ولذلك انخفضت القيمة التسويقية للمدافع الدولي المصري أحمد حجازي بواقع نصف مليون يورو لتصل إلى 3.5 مليون وفق آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بالقيمة السوقية للاعبين. وحسب صحيفة المصري اليوم المصرية يخطط الاتحاد لتقديم عقد جديد للمدافع صاحب 30 عاما بقرار من رئيس النادي أنمار الحائلي. الاتحاد يخطط لتقديم عقد جديد لمدة موسمين للمصري لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه. ويعد الأهلي المصري أبرز المهتمين بإعادة حجازي من جديد، ولكن راتب اللاعب الكبير يقف سدا أمام اهتمام زعيم إفريقيا. وصل المدرب البرتغالي نونو سانتو صباح اليوم إلى مدينة جدة من أجل إتمام مفاوضاته مع نادي الاتحاد على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بدءا من يوليو 2022 قبل انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. المدرب البرتغالي نونو سانتو وافق على تدريب الاتحاد بعد نهاية قصة المدرب الروماني كوزمين كونترا إثر خسارته لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة طويلة مع الهلال. وأعلنت صحيفة أوجوغو البرتغالية وصول المدرب نونو سانتو المملكة العربية السعودية بهدف التوقيع على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد. وفي سياق متصل أشارت صحيفة رومانية إلى أن المدرب كوزمين كونترا كان يأمل البقاء مع الاتحاد من أجل تعويض خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب سوء الحظ وفق ما قاله المدير الفني الروماني بعد مباراة الباطن. وشددت على أن بعضا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أراد منح كوزمين عاما إضافيا، لكن رئيس أنمار الحائلي فضل التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب ما يمتلك من خبرات واسعة تحصل عليها في تجاربه مع بورتو البرتغالي والفرهامبتون وندرز وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين. وأكدت أن البرتغالي نونو سانتو بصدد أن يتقاضى 5 ملايين يورو في السنة الواحدة، موضحة أن هذا
هذا الرقم يساوي 5 أضعاف ما كان يحصل عليه المدرب الروماني كوزمين كونترا مع الاتحاد. وسانتو يتولى المهمة بعد فشل الروماني كوزمين كونترا في حصد لقب دوري المحترفين بعد انتزاع الهلال اللقب في الجولة الأخيرة. وعلى الاتحاد الحذر من كوارث نونو سانتو، ويواجه سانتو العديد من التحديات في الاتحاد، مثل التي واجهها في توتنهام الموسم الماضي، إقالة سانتو من تدريب توتنهام بعد 17 مباراة فقط. لم يكن قرارا سهلا على إدارة النادي اللندني، ولكن كان ضروريا لحل الأزمات التي فشل البرتغالي في التعامل معها تماما. سانتو وجد فريقا محطما مثل الاتحاد بعد أن فشل توتنهام في التأهل إلى البطولات الأوروبية الكبرى، ووجد الفريق نفسه في دوري المؤتمر الأوروبي. البرتغالي لم يجد التعامل مع غرفة الملابس الممزقة بعد موسم مخيب للآمال مع مواطنه جوزيه مورينيو ليبدأ النادي في سلسلة من النتائج المخيبة. فهل يستطيع سانتو التعامل مع معنويات الاتحاد المنخفضة بعد خسارة اللقب في الجولة الأخيرة أمام الهلال؟ سانتو أيضا فشل في إيجاد الأسلوب المناسب لتوتنهام، حيث اعتاد على اللعب مع فريق يتوسط الجدول ولم يجد المعادلة الهجومية الدفاعية المثلى لسبيرز. البرتغالي ترك توتنهام ضمن الأسوأ في الدوري الإنجليزي وبخسائر متكررة بأكثر من 3 أهداف، بينما تلقى 16 هدفا في عدد جولات قليلة. تحديات الاتحاد قد تقف أمام سانتو في الموسم المقبل، حيث على البرتغالي مواجهة الإحباط في غرف خلع الملابس، الانتصار في معارك الميركاتو أمام صفقات الهلال والنصر التي لن تتوقف، وأخيرا إيجاد طريقة اللعب المناسبة لطموحات وتاريخ النادي. تلقى مسؤولو نادي الاتحاد طلبا من البرتغالي نونو سانتو المدير الفني المرتقب للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب جواو موتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وطلب نونو سانتو إدارة الاتحاد بالتعاقد مع البرتغالي جواو موتينيو الذي توج بعدد من البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال في ظل انتهاء عقد اللاعب مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات حول جواو موتينيو صفقة الاتحاد المنتظرة. بدأ لاعب الوسط جواو موتينيو 35 عاما مشواره الكروي في صفوف فرق الشباب بنادي بورتو مونينسي ثم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم صعد للفريق الأول بفريق سبورتينغ لشبونة منذ العام 2004، ثم انتقل إلى بورتو البرتغالي في العام 2010، ثم احترف في فريق موناكو في العام 2013، ثم انتقل إلى وولفرهامبتون في العام 2018. وخاض جواو موتينيو 774 مباراة في مسيرته الكروية مع الأندية في مختلف المسابقات، وسجل 53 هدفا وصنع 122 تمريرة حاسمة، كما يتدرج بين الفئات السنية لمنتخب البرتغال تحت 17 و18 و19 و21 عاما والمنتخب الرديف، ثم المنتخب الأول منذ العام 2005، وخاض 145 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف. وتوج جواو موتينيو بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري البرتغالي 3 مرات، وكأس البرتغال 3 مرات مع سبورتينغ لشبونة وبورتو، والدوري الأوروبي مع بورتو في موسم 2010-2011، كما توج بالدوري الفرنسي مع موناكو في موسم 2016-2017. ومع منتخب البرتغال توج جواو موتينيو بلقب كأس أوروبا يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019 وبرونزية كأس العالم للقارات 2017. فما رأيك عزيزي بهذه الصفقة؟ وهل تتوقع أنها مفيدة للاتحاد؟